مساء الخير، مساء النور على حبايب ماما مريم الغاليين. بحبكم 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 حبايبي. انا لسه جايه من السوق دلوقتي، جبت حاجتي وجيت. بصوا يا جماعه، انا كنت من زمان عايزه اجيب كرنب يا جماعه، والكرنب كل ما انزل السوق ما الاقيهوش. فقلت النهارده انزل اتمشى كده، عايزه اجيب جوافه ولا اجيب حاجه يا جماعه، مانيش عارفه. ف جنبنا انتوا عارفين السوق عندنا السوق غالي، فما بقدرش يعني بجيب الحاجات الضرورية منه، ولما بروح بعيد بجيب اللي انا عايزاه. رحت جبت يا جماعة. نزلت فين؟ نزلت شارع القاهرة. شارع القاهرة عمران دلوقتي، وكله عربيات وخضار وفاكهة مليانة، بس حاجات غالية. بصوا يا جماعة، حاجات غالية. انا جبت الجوافة دي ب25. جبت الكيلو ب25. جبت 2 كيلو يا جماعة، جبت 2 كيلو جوافة. الكيلو ب25. اهي حلوين. انا قلت احطها في البتاعة كده. عشان اهويها، لانها بتستوي. الجوافة انتوا عارفين يا جماعة بتستوي بسرعة، الجوافة بتستوي بسرعة. انا جبت 2 كيلو اهو يا جماعة. خلي دول كده ونحط دول في التلاجة. نحطهم في التلاجة. طيب، جبت 2 كيلو جوافة يا جماعة. طيب، جبت ايه تاني يا ماما مريم؟ حبايب قلب ماما مريم الغاليين. آه انا جبت يا جماعة، انا جبت الحاجات اللي هي لازماني بس، لان قلت لكم انا ما كنتش نازلة علشان اشتري حاجة، ما كنتش نازلة عشان اشتري حاجة. بس ربنا قدرني وقدرت امشي، رحت سارحة لغاية شارع القاهرة اهو يا جماعة. فجبت ال2 كيلو جوافة. هي الجوافة حلوة يا جماعة ليا، لأن أنا دايما بحب حاجة تبل ريقي. الحمد لله دلوقتي المانجا بدأت تختفي، فما باكلش مانجا كتير، ما باكلش مانجا كتير يا حبايب قلبي. شايفين يا حلوين طيب، جبت ايه تاني يا ماما مريم؟ حبايب قلبي، انا كنت بدا بجيب الكلينكس، بس بجيب زينة. بس لقيت ده عليها عرض يا جماعة، عملته. جبت التلاتة دول ب60، يعني الواحدة ب20. هو ما بيعتبرش عرض والله، ما هي بتنباع برضه واحدة ب20 بره. جبتهم 3 ب60 اها. طيب، جبت ايه تاني يا ماما مريم؟ انا بحبايب قلبي كنت بقول لكم انا من زمان عايزه اجيب كرنب، بس يا حبايب قلبي كل ما انزل اجيب كرنب ما الاقيش، ولو لقيته بلاقيه دبلان ومش حلو. فالنهارده قيست بقى وقلت اجيب كرنب يا جماعه. عايزه اكل محشي كرنب بيني وبينكم، ومش عارفه اجيب كرنب. فرحت يا جماعه جبت الكرنبايه دي اهي. حبايب قلبي، جبت كرنبايه يا حلوين. ادي كرنبايه. وجبت ايه تاني يا جماعه؟ انا جبت الكرنبايه دي ب25 يا جماعه، جبت الكرنبايه دي ب25. طيب، جبت ايه تاني يا ماما مريم؟ اقول لكم جبت ايه تاني يا حبايب قلبي. اقول لكم جبت ايه تاني. انا بحب البلح قوي، والبلح وحش علشان يا جماعه، بس انا علشان ما فيش سنان ما بعرفش اكل البلح نفسي اكل البلح الاحمر كده واقرقش كده زي ما كنت باكله زمان، بس ما بقدرش. بجيب البلح اللي كان اصفر ولا احمر واحطه في الفريزر بيطرى، بس ما بيبقاش حلو زي ده يا جماعه طري لوحده. شايفين ده اهو. جبت البلح الثماني ده وطري يا حبايب قلبي اهو. جبت كيلو منه ب20. جبت كيلو بلح ثماني ب20 اهو يا حبايب قلبي. حلو. ها، انا بحطه يا جماعه من غير غسيل عشان ما يحمضش حبايب قلبي اهو. بحطه في التلاجة. وجبت جوافه، وجبت تاني يا جماعه الخير غير البلح. جبت يا ماما مريم غير البلح؟ جبت خيار يا جماعه، بس جبت خيار كيلو واحد بس، لان الخيار يا جماعه ما عجبنيش، وكان كبير. انا بحب ابص، حتى لو انا بنقي من خيار البلد الصغير لازم اخد الواحده الكبيره عشان اقشرها وباكل القلب بتاعها. ما بقدرش اكله كده يا جماعه، بيبقى قشره قاسي اهو يا حبايب قلبي. جبت ايه تاني يا ماما مريم؟ انا جبت كيلو واحد بس خيار اهو. جبت كيلو واحد خيار. جبت ايه تاني يا ماما مريم؟ ما جبتش حاجه يا جماعه غير هم دول، الحمد لله. فقدر الله
وما شاء فعل. فعل لي الخير يا جماعة، ربنا فعل لي الخير. وجبت ايه، هي الحاجات انا محتاجاها يا جماعة، بس ما كنتش نازلة ناوية اروح السوق واشتري واعمل كده. انا قلت بس اجيب حاجة ابل بها ريقي، فاكهة، بلح، تين، حاجات من اللي ابل بها ريقي. رحت مزودة على شارع القاهرة، لقيت شارع القاهرة مليان. وانا ماشيه بقى يا جماعه، انا باخد العربانه بتاعه الخضار معايا. رحت من لملي حبه الحاجات دول. انا كنت عايزه بصل، وكنت عايزه بطاطس، وكنت عايزه حبه حاجات كده خضره، بس ما قدرتش يا جماعه اشيل. هم دول مالوا العربانه بتاعه الخضار. فكده الحمد لله يا جماعه. هنقوم بقى نسلق الكرنبايه دي وهنحطها في الفريزر، وهنعملها. مش هعمل بقى النهارده محشي، مش دلوقتي المحشي يا جماعه. فاهمين يا حبايب قلبي؟ اهو. يلا. وبكده يا جماعه يبقى كده أنا ايه دي مشتريات النهارده. واشوفكم على خير يا حلوين، وايه، ونبقى حلوين مع بعض. مع الف سلامه حبايب قلبي. اشوفكم على خير، وباي باي باي باي. نلم بقى الجوافه دي، وناخد الكرومبه دي وندخلها جوه. اهي يا حبايب قلبي الكرومبه دي ندخلها جوه، وناخد معانا الخيار والبتاعه دي. هندخل بس نروق يا جماعه هنا. خلاص يا جماعه احنا كده بنشيل كل حاجه في مكانها حبايب قلبي. هاخد بقى البلح والجوافه دي، بس مش هغسلهم يا جماعه، لان انا لما بغسلهم بيحمضوا. فانا هشيلهم من غير غسيل، لما اجي اطلع منهم للاكل اغسل على طول. اهي يا حبايب قلبي. طيب في ايه تاني يا حبايب قلبي؟ في ايه تاني يا حلوين؟ حبايب قلبي حبايب قلبي، بصوا بقى يا حبايبي، بصوا. احنا بقى هنروق البيت. انا يا جماعه كل يوم بعمل حاجه، وكل ما اعمل حاجه اروق حاجه النهارده ابص الاقيها بكره رجعت تاني، اروق النهارده ابص الاقيها بكره رجعت تاني. فمانيش قادره يا جماعه، والله ما انا قادره. اتفقت مع واحده علشان تيجي تنضف لي. بس عاملين زي الدكاتره يا جماعه، عاملين زي الدكاتره. احجز بالحجز، وانا بخاف ان انا احجز واقول لها تعالي لي في اليوم الفلاني، مانيش ضامنه نفسي اكون موجوده في اليوم ده، فلازم اعطل نفسي واستناها، ويا عالم تيجي ولا ما تجيش. فتعبت يا جماعه في حكايه الشقه والتنظيف والحاجات دي. تعبت يعني. فيلا هنعمل ايه، ربنا يسهل بقى. وايه، وخلاص هعمل ايه. ماشي يا حبايب قلبي. يلا اشوفكم على خير يا حبايب قلبي. وايه، اما نقوم نغسل بلحتين من دول، ونغسل ايه خيارايه، وناكلهم. ماشي يا حلوين. يلا حبايبي اشوفكم على خير، ومع الف سلامه يا حلوين، مع الف سلامه يا طعمين. باي يا حبايب ماما مريم الغاليين. باي، مع الف سلامه.